قلعة النمرود أو قلعة الصبيبة. قلعة النمرود اسمها العربي قلعة الصبيبة، ومعناها تصغير من الصبا، وهي مربض الخيل. قامت هذه القلعة فوق صهوة جبل شاهق ذي منحدرات عمودية صعبة، هو جزء من الأعضاد الأولى لجبل الشيخ، تتبع قرية جبات الزيت وترتفع عن مستوى البحر 816 متراً، وتطل على بانياس والحولة، ولذلك كانت من المواقع الاستراتيجية في بطون التاريخ. إن الاسم المتداول النمرود اعتباطاً نسبة لرواية دينية بأن ملكاً جباراً يدعى النمرود كان يسكن في القلعة، وهو الذي ألقى بسيدنا إبراهيم في النار، فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم. ولشدة غروره بعث الله بعوضة دخلت في أنفه فنخرت رأسه ومات بكفره. ويعد الأيوبيين هم أول من شرع ببناء هذا الحصن لمواجهة الخطر الصليبي. وتاريخ هذه القلعة مرتبط بذكريات الحروب التي جرت في بلاد الشام، وخاصة الحروب الصليبية. في عام 1129 ميلادي احتلها الملك الصليبي بلدوين، ومنحها إقطاعية لروبين هبروس ولورثته من بعده. وفي سنة 1132 527 هجرية جاء إسماعيل بن طغطكين وهو حاكم دمشق فاستعادها ووضع فيها أحد قواده، لكن هذا الأخير سلمها إلى عماد الدين زنكي صاحب حلب الذي كان خصماً لآل طغطكين أصحاب دمشق. فقام آخر هؤلاء وهو مجير الدين أبق بن محمد بن بوري، حيث اتفق مع الصليبيين على الاستحواذ على القلعة من الزنكي، وزحف بجيشه مع جيشهم وحاصر بانياس والقلعة، حيث تم قذف القلعة بالمنجنيقات، واحتلوها سنة 544 هجرياً أي 1139 ميلادياً، واستلمها الفرنجة بعد أن طردوا حليفهم مجير الدين المذكور، وجعلوا فيها القائد الصليبي فروي الثاني دوترون نائب ملك القدس. وبقيت القلعة في أيدي الصليبيين إلى أن جاء الملك العادل نور الدين بن محمود بن عماد الدين الزنكي، وشرع يهاجم القلعة، والأعداء يردونه ويعيد الهجوم إلى أن تمكن من استعادتها سنة 560 هجرياً و1177 ميلادياً. ويقول مؤلف كتاب القلاع العربية أيام الصليبيين إن الملك نور الدين كرر هجومه على القلعة في غياب أنفروي الذي كان في حملة على مصر مع الملك أملريك، فأجبرها على الاستسلام بعد حصار طويل لتصبح بيد العرب. واستقرت القلعة بيد العرب، وقد أعطاها السلطان الأكبر صلاح الدين الأيوبي لأحد أولاده، وهو الملك الأفضل لما أعطاه بلاد الشام كلها، ثم انتقلت إلى يد عمه الملك العادل أبو بكر الذي أقطعها لولده الملك العزيز عثمان حاكم بانياس، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ابنه السعيد حسن، وقد أعادا الأب والابن بناء الأبراج التي خربها الملك المعظم عيسى بن السلطان صلاح الدين لمنع الفرنجة من استخدامها كقاعدة لهجماتهم الشريرة على دمشق. وقد استمرت أعمال الترميم من سنة 1226 حتى عام 1230 ميلادياً، تم في ختامها بناء الحصن المنيع للقلعة بشكلها الذي نراها عليه اليوم، حيث أخذت القلعة شكل التل الذي بنيت عليه، مستفيدة من الانحدارات الشديدة له التي غدت جزءاً مهماً من التحصينات. في عام 1860 قضى المغول على حكم الأيوبيين واحتلوا القلعة وعاثوا فيها خراباً بعد أن سيطروا على بانياس والمنطقة بأكملها، لكن احتلالهم لم يستمر طويلاً، وسيطرتهم على القلعة لم تدم سوى بضعة أشهر، حيث هزم المغول في معركة عين جالوت الشهيرة. وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس أعاد ترميمها وأنشأ منارة لجامعها، وبنى داراً لنائب السلطنة، وعمل جسراً يمشى عليه إلى القلعة. بعد أن تم طرد الصليبيين من بلاد المسلمين في القرن الثالث عشر، فقدت هذه القلعة ذكرها وأهميتها الاستراتيجية. ويقول المرحوم أحمد وصفي زكريا بكتابه الريف السوري: يبدو أنها ظلت مأوى للزعماء الإقطاعيين في أيام السلاطين المماليك والعثمانيين، واليوم تقع هذه القلعة الرائعة ذات التصميم الهندسي المذهل والفريد تحت سيطرة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي استثمرتها هي وباقي بقاع الجولان كموقع سياحي وإرث حضاري.